السلام عليكم ورحمة الله. اسمع هذه البشارة، أنا طالبك تسمع هذه البشارة العظيمة من الله جل وعلا، والله إنها بشارة تسجد لها شكر لله جل وعلا حينما تنظر لها وتتمعن فيها. لا يملكها إلا الله، لا يملكها أحد من البشر، لا ملوك ولا أغنياء ولا دول ولا عظماء ولا مفكرين ولا جميع بشر على وجه الأرض إلا الله جل وعلا يملك هذه البشارة لك ولك أنت فقط أيها المؤمن وأيها المؤمنة. هذه البشارة قد نغفل عنها وهي عظيمة جدا، فاسمعها، اسمعها بارك الله فيك. أنت الآن أخي المسلم، أختي المسلمة، قد تخاف من الموت، تتذكر كيف يكون الموت، غصة الموت، ماذا تكون حالك في أثناء الموت، شدة الموت عليك، كيف تموت لا قدر الله في حادث، في مرض، في كبر، في بيتك، في خارج بيتك، كيف يكون شعورك في هذا الموت؟ بشارة من الله لك عظيمة جدا تسجد لها شكرا لله جل وعلا. اسمع هذه البشارة. يقول الله جل وعلا في أمرين فقط: إن الذين قالوا ربنا الله، كلنا نقول ربنا الله ولله الفضل والمنة، ثم استقاموا، تستقيم على الصلاة وعلى الحج وعلى أركان الإسلام، وحتى وإن أذنبت استغفر فأنت بإذن الله ترجع وتكون من المستقيمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في حال موتهم عندما ينزل عليهم ملك الموت يقول الله جل وعلا: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله العظيم. في ساعة أنت في سكرات الموت ولا أحد يرى ملك الموت إلا أنت، والملائكة تنزل عليك تبشرك وتطمنك، فاطمئن أيها المؤمن، اطمئن يا من يقول ربي الله ويقول ويستقيم على شرع الله، على الصلاة. والاستقامة ليست صعبة، صلاة وصيام وحج وصوم رمضان وعبادة الله جل وعلا، حتى وإن أذنبت استغفر. تكفون. انشروا هذا الحديث لعله يطمن قلوب قد أقلقها هذا الأمر، وهو ساعة الموت وساعة الاحتضار. فالمؤمن له بشارة عظيمة، والله أنها بشارة يسجد لها المسلم فرحا وسرورا. الحمد لله الذي جعلنا الله وإياكم من المؤمنين، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ويعفو عنا ويجعلنا وإياكم من المستقيمين. انشروا هذا المقطع. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.